السلام عليكم يا صغاري، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. اليوم سوف ندخل إلى بيت مد الياء. هيا بنا نتذكر أولا بيت مد الألف وبيت مد الواو. كما اتفقنا أن مد الألف ومد الواو ومد الياء إخوان، يتفقون في بعض الأشياء ويختلفون في بعض الأشياء. كل منهم له 3 نوافذ حتى نستطيع الدخول إلى الباب. بيت مد الألف وبيت مد الواو، النافذة الأولى كانت تقول ماذا؟ لا آتي في الأول أبدا، ولكن أين يأتي؟ وسط الكلمة، آخر الكلمة. هيا بنا ندخل إلى نافذة مد الياء ونرى ماذا تقول النافذة الأولى. أيضا تقول لا آتي في الأول أبدا، فهي مثلهم. نعم، أيضا مد الياء لا يأتي في الأول أبدا. مثلا إذا كتبنا كلمة، اقرأ معي يا صغيري، يو، يس، رو. مرة أخرى، يس، رو. هذه الكلمة يوجد بها حرف الياء. نعم، أين يقع؟ أول الكلمة. إذا هذه الكلمة ليست مد الياء. طيب، هيا بنا نأخذ كلمة أخرى. إذا مثلا كتبنا كلمة، اقرأ معي، نعم. أحسنتم، أحسنتم. مقطع صوتي ضي. نعم، ضي. فن. اقرأ الكلمة كامل، نظيف. هل هذه الكلمة يوجد بها حرف الياء؟ نعم، ولكن أين موقعه؟ وسط الكلمة. إذا هذه الكلمة بها مد بالياء. إذا النافذة الأولى لمد الياء ماذا تقول؟ لا أأتي في الأول أبدا، ولكن أين تأتي؟ وسط الكلمة،